تعرف تنطق دي؟ لو قلتها سفنكس يبقى الحلقة دي عشانك. أنا المحقق. بنبني وبنجيب وراي، وعندنا في الصعيد مفيش حد عاطل ولا حاجة اسمها جازة، ملهاش حشيش ولا يتاجر في القصب ولا يتاجر في الآثار والسلاح حتى. Silence. عليك I am thinking. اشتغل لنا في السياحة. اشتري سفنكس يا حلوة $16 بس. Mom, I think he's harassing me. He said 7 kiss. I am calling the police. بوليس يا حاجة كفل الشر. This is unacceptable. قدامي أنا قناصة. 3 بالله العظيم ما جيت جنبها يا دي. Stay emotional. قضية رقم 2 الكونسونانت كلاسترز. التحقيق المبدئي في مسرح جريمة لغوي معقد. سطح مكتب الخاص بالمتهم رقد أبو الهول مش في سلام خالص، عطفا على 3 هجمات متتالية ممنهجة من قبل المتهم. كلمات مفلتقة، حالة الفلتقة، الحالة جيم، وإليكم بعض التفاصيل. سفنكس تم تسجيل تهمة جديدة Appendices، وهي كسر الأصوات العنقودية بدلا من المواجهة. 16 أثناء المعاينة ظهر بوضوح صوت دخيل على الكلمات نتج عنه تشويه تام لملامح الضحايا ال3 على حد سواء. سانكس تشير الأدلة إلى وجود حالة إدمانية شديدة الخطورة متمثلة في إضافة صوت متحرك ما بين الك والس، الصوتين الساكنين، ما دفع المتهم إلى ارتكاب تلك الجرائم اللغوية بشكل لا إرادي بحت. نتيجة الفحص المبدئي ضبط أخطاء قاتلة وكلمات صعبة الفهم، مما أدى إلى خلل كبير يحتاج إلى التدخل العاجل. The game is a fort. جالك فرصة سفر لليوكي، مشهد ليل خارجي، راكب الدبل دكة، رايق ومروح في أمان الله، الجو ممطر، برد الرعد، كل ده على قلبك زي العسل. تسمع صوت جاي من بعيد ناداله. السواق لاحقا هتحدد هويته بدون ما تشوف حتى شكله. نيكست ستريت ستوب بليز. إذ فجأة سواق الباص بتجيله ذبحة صدرية، يفقد السيطرة على عجلة القيادة، والباقي هسيبه الخيال. نورت مستشفى لندن المركزي. في جريمة لغوية منتشرة انتشار النار في الهشيم، الكونسونانت كلاسترز. ايه هي الكونسونانت كلاسترز؟ كل كلمة في الانجليش بتتكون من مقاطع، وكل مقطع عبارة عن أصوات. الأصوات دي منها الساكن ومنها المتحرك. المقطع في الأصل بيحتوي على صوت واحد ساكن أو أكتر، وصوت واحد أساسي متحرك، زي كات، دوك، كلها كلمات بتتكون من مقطع واحد، والمقطع ده أساسي فيه صوت واحد متحرك. لا يمكن تصور الكلمات دي من غير الأصوات المتحركة. اسمك مثلا، جرب كده تشيل منه الأصوات المتحركة. إيه الأخبار؟ مش باين وش من ظهر، صح؟ يعني أحمد هيكون حمد، لارا لر. زي ما لاحظت مفيش أسامي من غير أصوات متحركة. خليك دايما فاكر ان المقطع الواحد لازم يحتوي على صوت واحد متحرك. دي قاعدة عامة إلا في حالة الكونسونانت كلاسترز، والمقاطع دي بتحصل لما صوتين أو 3 سواكن أو أكتر بيكونوا مقطع واحد، والسابقة هنا إن مفيش فيهم صوت متحرك واحد، كلهم سواكن. مشكلة صوتية حقيقية بالفعل، معظم اليسالانز بيعانوا منها، خصوصا لما لغتهم الأم ما تعرفش حاجة اسمها تكدس الحروف الساكنة زي اللغة العربية. Ouch! Just burned my finger. دوافع الجريمة. لكن ليه في الأساس ممكن تكون عندك المشكلة دي؟ 3 أسباب. مدرس الإنجليش في تالتة أول، صديق السوق، أو دكتور الجامعة. الأنقح بقى وبحس الأمني متوقع إنك ما تكونش على دراية بالجريمة دي من الأساس.
وعموما كلهم سيان لأنهم بيأدوا بنفس النتيجة. يتضح السبب جليا إن في اللغة العربية غير مسموح بجمع حرفين ساكنين، وإن صادف ودي بتحصل القاعدة بتقولك تضيف تنوين، فتحتين، ضمتين، كسرتين لمنع التقاء ساكنين. عندك الجملة دي مثلا من غير تنوين تبقى طالب مجتهد، في توقف غير مبرر بين الكلمتين. تصحيح الجملة طالب مجتهد. بعد إضافة التنوين الجملة بقت متصلة وطبيعية أكتر. ولما جيت تتكلم إنجليش طبقت نفس القاعدة ومن غير ما تحس، في ظاهرة معروفة لغويا الابانثيسز. فكلمة زي next مثلا فيها 3 أصوات ساكنة ورا بعض، هتلاقيهم في المقطع الأخير ك س ت، متمثلين في الإكس والتي. تقوم تسهلها على نفسك وتقول نيكست، زودت صوت الإه بعد الك وهو أصلا غير موجود بالكلمة. وهو الحال ذاته بالنسبة لستريت وستوب وبليز. شيء جميل إن الواحد يكون كريم، بس مش في الفوناتكس. نظام البقششة في صوتيات الإنجليش بدون ضابط ولا رابط جريمة يعاقب عليها القانون. إغلاق الملف. المشكلة الحقيقية عندك مش في السواكن نفسها، المشكلة في الأصوات المتحركة اللي بتتسحب ما بين السواكن من غير ما تحس. وده رد فعل طبيعي نابع من قاعدة منع التقاء الساكنين اللي كلمتك عنها من شوية. عشان كده انطق الكلمة كوحدة واحدة، ما تفصلهاش ولا تكسرها. عند الكونسونانت كلاستر لو جه في الأول، جه في نص الكلمة، أو جه في الآخر، اقفل بقك كويس. ضم الفكين، حاول ما تسقطش الفك السفلي، لأن نزول الفك يعني حركة زيادة، وحركة زيادة يعني إضافة صوت متحرك مش مطلوب. افتكر دايما إن الكلمات في الإنجليش ما بتتقريش، بيتحفظ نطقها، وده عن طريق المحاكاة أو الشادوينج. اسمع الكلمة ردد وراها كذا مرة لحد ما نطقها يثبت في ودانك وعلى لسانك. ساعتها لما تشوف الكلمة بعد كده هتقولها من غير ما تقراها، هتقولها لأنك فاكرها. يلا جرب وطبق الخطوات دي على الكلمات اللي جاية. نطقتها سفينكس ولا سفينكس؟ سفينكس، سفينكس. نطقتها ثانكس ولا ثانكس؟ برافو، ثانكس، ثانكس. نطقتها تاسكس ولا تاسكس؟ برافو، تاسكس، تاسكس. نطقتها ساينتستس ولا ساينتستس؟ أيوة الاتنين زي بعض، برافو عليك، الاتنين غلط. ساينتستس، ساينتستس. لو خدت بالك ضميت الفكين كويس وما سمحتش الفك السفلي انه ينزل. نطقتها تستس ولا تستس؟ تستس، تستس. وده الهوم ورك بتاعك. يلا خد سكرين شوت، هتلاقي في الديسكريبشن لينك القاموس عشان تتأكد من النطق. ودلوقتي جه وقت إنقاذ إلهامي. جاهز؟ Alright, I'm going to do the incantation. Tempora Vestigia Revelare. Hello, mate. Take these. Sphinx, 16, thanks. What's your name? Julia, what about you?